ازيكم يا اجمل ناس؟ فكرت قبل كده تغير حياتك؟ طب لو جاتلك الفرصة دي هتغيرها ولا لا؟ ده اللي حصل مع تسنيم، وعاشت قصص وحكايات لما قررت تغير قصتها، والنهاردة هنعيش معاها حكاية جديدة. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. أنا مستعدة أعيش قصتي وحكايتي الجديدة. وفي لحظة كانت تسنيم قاعدة وسط مدرج في الجامعة، لكن قاعدة لوحدها. وبعد المحاضرة راحت تسنيم لأصحابها. هند، هو أنا ممكن أكلمك لوحدينا؟ طب أسيبكم أنا يا هند بقى. إيه يا تسنيم، عايزة إيه؟ هو أنت ليه يا هند واخدة مني جنب وبتكلميني وقت الامتحانات بس؟ إيه؟ لأ يا تسنيم مش كده، بس أصل مفيش حاجة مشتركة ما بينا نتكلم فيها يعني. بس وقت الامتحانات بيبقى فيه مواضيع نتكلم فيها، صح؟ إيه؟ معلش يا تسنيم، أنا همشي علشان بس هتأخر على البيت، ولما أروح هبقى أكلمك. ماشي يا هند، ربنا معاكي. وسابتها ومشيت هند وراحت لأصحابها. هي مالها تسنيم؟ عايزة منك ايه؟ بتقولي انت واخدة جنبي ليه ومش ليه؟ اوعي تكوني قلت لها الحقيقة يا هند. كان نفسي اقول لها يا منار، لكن للأسف بحتاجها في الامتحانات. طب وانت ناوية تعملي ايه؟ ربنا يسامحني بقى، هبقى اتعامل معاها كل فترة وامري لله. عين العقل يا هند. انا هروح بقى، سلام. وبعدها روحت تسنيم على البيت بسرعة. ازيك يا ماما؟ امال فين بابا؟ هو في الورشة، هيكون فين؟ انت عملتي ايه في الجامعة النهاردة؟ الحمد لله يا ماما، كله كويس. طب الحمد لله يا حبيبتي. احضر لك الغدا؟ ماشي يا ماما، وحضري البابا وهاخدهم وانزل. طب حتى ريحي شوية يا تسنيم. لا يا ماما، انا مش تعبانة وكده كده هنزل. ماشي يا حبيبتي، ربنا معاكي. واخدت تسنيم الاكل ونزلت لباباها. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ ازيك يا تسنيم؟ برضو كده عملت اللي هو في انت ليك دماغك غيري علشان وجيتي. يساعدك يا حاج؟ ربنا يخليكي ليا يا رب، واشوفك احلى عروسة. تعيش يا بابا، ربنا يخليك. جبت لك الغدا نتغدى مع بعض وبعدين ابدأ الشغل على طول. في قصة النهاردة، تسنيم في آخر سنة في الجامعة، وهي بنت وحيدة لباباها ومامتها في كلية تجارة، لكنها بتساعد باباها في ورشة الميكانيكا بتاعته من وهي في ثانوي، ودايما تروح الجامعة الصبح وبالليل في الورشة مع باباها. وتعالوا نرجع الورشة لتسنيم. مساء الخير. اهلا وسهلا يا ابني، شرفتني. انا سمعت كتير عن حضرتك انك احسن ميكانيكي، وانت اللي هتعرف المشكلة في العربية. تعيش يا ابني، هي مالها عربيتك؟ على طول وانا ماشي بتعطل بيا وتقف وتعمل اصوات غريبة كده. طب خلاص يا ابني، سيبها لي واشوفها لك وتستلمها على اخر الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج، سلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. وخرج الشاب، والأب نده على تسنيم. يا تسنيم، يا تسنيم، فينك يا بنتي؟ معلش يا بابا، كنت بخلص حاجات جوه. طيب يا تسنيم، شوف العربية اللي هناك دي فيها ايه. ايه ده؟ يعني أول مرة تديني عربية أشوفها؟ علشان خلاص بنتي بقيت اشطر قسط قد الدنيا واقدر اثق فيها، وكمان احسن مني. حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب. وعملت تسنيم زي ما باباها طلب منها بالظبط، وبعدين روحت علشان جامعتها تاني يوم. وفي الجامعة، ازيك يا هند، عاملة ايه؟ ازيك يا منار، انت اخبارك ايه؟ انا كويسة، انا جايبالك فرصتك لحد عندك. فرصة ايه دي؟ مش فاهمة. محسن عايز حد يساعده في المذاكرة، وانت الوحيدة اللي ليكي علاقة بتسنيم، فرصتك بقى. فرصتي؟ فرصتي ازاي؟ ركزي معايا يا هند، مش انتي عايزة تقربي منه؟ عرفيه على تسنيم ويقعدوا يذاكروا مع بعض، وانتي تكوني معاهم، واهو بتقربي منه. فكرة برضو، معاكي حق. طيب انا هكلمه، هو في الجامعة دلوقتي، وانتي شوفي تسنيم فين. هتكون فين يعني؟ ما اكيد في المكتبة. اتصلي بس انتي بمحسن. واتصلت منار بمحسن وجه علشان يقابلهم هي وهند. دي بقى يا سيدي هند اللي هتحل مشكلتك، تعرف الأولى على الدفعة ودايما بيذاكروا مع بعض. ايه ده؟ بجد تعرفيها؟ اه اعرفها، ده انا حتى رايحة لها دلوقتي، هتشرح لي حاجات مش فاهماها، لو عايز تيجي معايا يعني. اه يا ريت تبقوا عملتوا فيا معروف. وراحت هند ومحسن لتسنيم في المكتبة. ازيك يا تسنيم، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير يا هند. انا جايلك انا ومحسن علشان تشرحي لنا حاجات في المنهج. ممكن؟ اه طبعا، تعالوا اقعدوا. وبعد نص ساعة كده انتوا فهمتوا الحتة دي؟ اه، انا اول مرة افهم بالشكل ده، بجد شكرا جدا لك يا تسنيم. مفيش شكر ولا حاجة.
وانتي يا هند، فهمتيها ولا تحبي اعيدها لك تاني؟ لا يا تسنيم، فهمتها، شكرا، ربنا يخليكي. طب حلو قوي، انا هروح المحاضرة، تيجوا؟ لا انا مش هحضر، ما انت عارفاني ما بحبش المحاضرات. انا هحضر معاكم. خلاص تمام، يلا بينا. خلاص هاجي معاكم وامري لله، يعني مش هحضر انا بس. وكلهم حضروا المحاضرة مع بعض. وبعد المحاضرة، دي محاضرة مملة بشكل. بالعكس، انا فهمت، انا اول مرة افهم كده من ساعة ما تسنيم شرحت لي. انا بعد كده هحضر كل المحاضرات معاك يا تسنيم. ان شاء الله. وانت يا هند ابقي تعالي احضريها معانا، وواحدة واحدة وهتفهمي ان شاء الله. طيب انا هروح، محتاجين حاجة؟ لا شكرا. انا كمان عايز امشي، يلا بينا. ماشي. ومشي محسن مع تسنيم، وهند راحت لمنار. ايه عملت ايه؟ سيبيني في حالي لان دمي محروق. ليه بس، ايه اللي حصل؟ محسن يا ستي بعد ما تسنيم شرحت له وهو لزق فيها. ازاي ده؟ مش فاهمة. تقول هروح المحاضرة يقول لها انا هاجي معاكي، تقول هروح يقول لها وانا كمان مروح معاكي، وانا كأني هوا. يا بنتي علشان مصلحته يا هبلة، ما انت فاهمة. اكيد طبعا، امال هيبص لتسنيم ديت ليه؟ دي شبه الولاد، مش شايفة شعرها عامل ازاي ولا لبسها؟ ايوه، ما انا لو لقيت غير كده هقوله انها بتشتغل في ورشة ميكانيكا مع باباها بالظبط كده، وهو في الاخر هيكون ليكي. بجد شكرا جدا يا تسنيم، مش عارف اشكرك ازاي. مفيش شكر ولا حاجة، انت بس حاول تواظب على المحاضرات وكله هيبقى كويس. طب هو انا ممكن اخد رقمك يعني علشان لو احتجت حاجة اكلمك؟ اه مفيش مشكلة يعني. تمام، شكرا يا تسنيم. انا همشي، سلام. سلام. وروحت تسنيم وكالعادة نزلت لباباها الورشة علشان تساعده. يا بنتي اقعدي ذاكري في البيت، دي اخر سنة ليكي. يا بابا ما انا بذاكر وبطلع الاولى، وبعدين انت مش عايز ننزل معاك ليه؟ خايف افتح ورشة ونفسك؟ يا بنتي دي هتبقى احلى منافسة ويوم المنى. طيب سيبني بقى اكمل شغل في العربية اللي هناك دي. ماشي يا حبيبتي. وخلصت تسنيم واليوم خلص، وتاني يوم في الجامعة لقيت تسنيم محسن بيكلمها علشان يحضر المحاضرات معاه، وحضروا أول محاضرة مع بعض. وبعدها، انا جعان قوي يا تسنيم، ما تيجي ناكل؟ لا أنا تمام مش جعانة، وكمان معايا أكلي. لا كده يبقى تعزميني او تقبلي عزومتي. محسن معلش أنا آسفة في اللي أنا هقوله، بس أنا مش عايزة علاقتنا تبقى زايدة. أنا بساعدك في المحاضرات وبس، وكل حاجة، ونحضر مع بعض وسط الدفعة كلها، وهند بتكون معانا. لكن إن أنا وإنت نكون لوحدنا، أنا مش مستريحة للوضع ده، وما بعملش كده. انا مش قصدي حاجة والله، بس يا تسنيم ما كل البنات قاعدين مع اولاد وعادي يعني. أنا ماليش دعوة بحد، كل واحد حر في تصرفاته، وكل واحد عارف حدوده وعارف الصح والغلط. وكمان مش معنى إن الكل بيعمل كده يبقى أعمل زيهم، واعتبره إنه عادي وهو أصلا غلط. هو في بنات لسه بتفكر كده؟ عايز تقول عليا معقدة أو حاجة؟ مش مهم. وعن إذنك علشان لازم أمشي لأن الوضع ده ما ينفعش. وسابته تسنيم ومشيت. ومحسن قال في نفسه، معقدة؟ معقدة ايه بس؟ ده انت عليتي في نظري اكتر يا تسنيم. واليوم مشي عادي، لكن محسن فضل يفكر في كلام تسنيم، وبقى ياخد هند معاهم في المحاضرات والمذاكرة. وتسنيم عملت حدود كتيرة قوي مع محسن، لكن هند كانت ملاحظة نظرة الإعجاب اللي بتزيد من محسن لتسنيم كل مرة، لكنها كانت بتكدب نفسها دايما. وجه اليوم اللي هيستلم محسن فيه العربية، وكانت تسنيم وقتها في الورشة. مساء الخير، ازيك يا حاج؟ ازيك يا ابني، عامل ايه؟ بخير. ايه اخبار العربية؟ ما تقلقش، مش هتشتكي منها تاني، بس بنتي بتقفلها وهتاخدها وانت ماشي. بنتك؟ ما تقلقش، دي قسطة احسن مني كمان. لا مش قصدي والله يا حاج، بس انا مستغرب بنت وشغالة ميكانيكا. اصل انا مخلفتش غيرها، وهي على طول واقفة جنبي لحد ما اتعلمت وبقت احسن مني، وكمان هي بتدرس واخر سنة ليها في الجامعة. ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب. ويخليك يا ابني. يا تسنيم، ايه اخبار العربية؟ خلاص أنا خلصتها يا بابا. تسنيم؟ محسن؟ ايه ده، انتوا تعرفوا بعض؟ اه يا بابا، محسن زميلي في الجامعة. ما محسن صاحب العربية اللي انت شغالة فيها خلصتيها؟ اه كله زي الفل، ويقدر يستلمها كمان. واخد محسن العربية ومشي. وتاني يوم في الجامعة،
ازيك يا تسنيم؟ ازيك يا هند؟ اخبارك ايه يا محسن؟ عامل ايه؟ تسنيم معلش، هو ممكن كلمة على جنب؟ اه طبعا، اتفضل. خير يا محسن، في ايه؟ شكرا جدا على العربية، وما تقلقيش محدش هيعرف. هو العفو، وده شغلي اصلا. وبعدين ليه محدش يعرف؟ انا ما بعملش حاجة غلط او عيب. كل مرة بتزيدي في نظري أكتر وأكتر يا تسنيم. شكرا، بس ممكن يلا علشان ما ينفعش نسيب هند كده واقفة لوحدها، وكمان عندنا محاضرة. وهند كانت واقفة وهتموت وتعرف بيحكوا في ايه، لكنها سكتت لحد بعد المحاضرة. عارفة يا تسنيم، محسن بابا معاه مصنع عربيات كبير قوي، يعني انت تقدري تشتغلي عنده بعد الدراسة. وانا رشحها لك يا محسن، دي قسطة ميكانيكي قد الدنيا. ايوه، عايزة توصلي بايه من كلامك ده يا هند؟ ابدا يا تسنيم، بس بعرفك قيمتك ومقامك. انت طيبة قوي. ما انا فعلا عارفاها، وعارفة ان انا غالية جدا. في ايه يا هند؟ مالك؟ اصل مش معقول بعد كل اللي بعمله وواحدة شكلها زي الرجالة تلف عليك. قلت اعرفك حقيقتها، وانها مش شبهك. بالعكس، تسنيم دي ست البنات، وأنا عارف إنها بتساعد في الورشة بتاعته. يعني بنت ب100 راجل، الدور والباقي على اللي بتتصنع. انت تقصد ايه من الكلام ده؟ أنا ما قلتش حاجة، واللي عايز يفهم حاجة يفهمها. وبعد كده تخلي بالك من كلامك وانت بتكلمي تسنيم، لأنها خطيبتي. خطيبتك؟ مين دي؟ تسنيم؟ أيوة خطيبتي، وعن إذنك يلا بينا يا تسنيم. ومحسن اخد تسنيم ومشيوا. انت ايه اللي عملته ده؟ أنا عملت الصح، وبعدين يعني كنت أسيبها تغلط فيكي؟ لا، تقول انك خطيبي. طب يا تسنيم، ما أنا هخطبك فعلا، انت اللي زيك ما بقاش موجود، وأنا مش هضيعك مني. انت بتقول ايه؟ بقول هجيلك بالليل انت وباباكي في الورشة. سلام. وسابها ومشي، وبالليل في ورشة باباها. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ازيك يا تسنيم؟ اهلا يا ابني. عامل ايه؟ كويس ان تسنيم واقفة معانا، هقول لحضرتك قدامها. انا لا شفت تربية زي تربيتك يا حاج. انا من يوم ما عرفت تسنيم وانا مبهور ان لسه في بنات عارفين حدودهم، وكمان واقفة في ظهر ابوها كأنها راجل. وانا جاي اقولك يا تسنيم قدام باباكي، انا معرفش ازاي وامتى حبيتك، لكني بحبك، وعايزة اكمل اللي جاي من حياتي معاكي، وجاي اخد ميعاد من حضرتك علشان اجيب اهلي واتقدم لتسنيم. ايه رأيك في الكلام ده يا تسنيم؟ اللي حضرتك تشوفه يا بابا. خلاص يا محسن يا ابني، مستنيك انت وباباك يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. وفعلا راح محسن وباباه لتسليم واهلها، وتقدم لها واتخطبوا في نفس اليوم. مبروك يا عروستي. الله يبارك فيك يا محسن. وفي اللحظة دي كانت رجعت تسنيم لحياتها الحقيقية. الله، أنا اتبسطت قوي من القصة دي. أنا عايزة أكمل وأعيش حكايات وقصص تانية. مستعدة يعني تعيشي حكايتك الجديدة؟ مستعدة. قولولي، لو انتوا مكان تسنيم كنتوا عملتوا ايه؟ هتكملوا في الحكاية والقصة دي، ولا تختاروا قصة جديدة وتعيشوا حكاية تانية وقصص جديدة؟ ولو قدامكم العرض ده، تختاروا تغيروا حياتكم وتعيشوا حكاية تانية؟ قولولي في الكومنتات، تحبوا تعيشوا حكاية مين؟ واستنوا الحكايات اللي جاية اللي هتعيشها تسنيم وهنعيشها معاها، ومنها حكايات حقيقية وحكايات واقعية، وكلها حكايات عربية من حياتنا، وهنشوف الحكم في الحكايات دي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان توصلكم الحكايات اللي جاية أول لما تنزل على طول، ونعرف يا ترى تسنيم هتختار أهني حكاية في الآخر علشان تعيش. ولو عجبتكم حكاية النهاردة، ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، واستنوني في الحكاية اللي جاية من حكايات مريان. باي.